الحاجة نجوى اللي عندها 53 سنة مسكت الطفلة ريماس، خنقتها، حطتها في شوال، راحت عند أقرب مصرف صحي ورمتها، والسبب يرجع ل 21 يوم قبل الحادثة 2024 تحديدا في شهر 10 عزبة الخطيب مركز السلطة محافظة الغربية. أما رشا أم ريماس راحت السوق تجيب طلبات البيت كالعادة ومعاها جارتها الحاجة نجوى. فاجئت رشا بإن في كيسين مكرونة اختفوا من شنطة السوق بتاعتها. سألت الحاجة نجوى عليهم، الحاجة نجوى خدتها على كرامتها واعتبرتها اتهام بسرقة كيسين المكرونة. فالحاجة نجوى قالت لرشا بتتهميني أنا بسرقة كيسين مكرونة، أنا هندمك على أعز ما تملكي. الموضوع عدى عادي وكأنه هزار، ورشا ما حطتش في بالها إن ممكن يكون انتقام الحاجة نجوى في بنتها ريماس. وعدى 21 يوم على المشكلة الصغيرة دي. في يوم الجريمة الحاجة نجوى ندهت لريماس الطفلة الصغيرة اللي عندها 4 سنين، خدتها عندها في شقتها فوق، قامت خنقت الطفلة لحد ما فرقت الحياة، وحطتها في شوال وخدتها في توك توك أقرب مصرف صحي ورمتها، والكاميرات فضحتها. كل ده أم ريماس اللي هي رشا فاكرة إن بنتها بتلعب مع أطفال زيها، قعدت تدور على بنتها هي وأهالي القرية ما لقوهاش. لغت قوات الأمن تفريغ الكاميرات، اتفاجئوا آخر ظهور كان للطفلة هو دخولها في بيت الحاجة نجوى، ومن هنا فتتبعوا خط سير الحاجة نجوى. بالفعل لقوا إن الحاجة نجوى نازلة بشوال وبتوقف توك توك، حطت فيه الشوال ومشيت. مع تتبع كاميرات المراقبة وقفت عند أقرب مصرف صحي لقت ترمي الشوال. توجهت قوات الأمن بالفعل لآخر مكان اتواجدت فيه الحاجة نجوى، ولقوا الشوال فيه الطفلة عليها آثار خنق من رقبتها. تم القبض على الحاجة نجوى، وفي 2025 تم حكم الإعدام عليها. ما تأمنش لأي حد مهما كان قريب منك. السلام عليكم.